ثانية واحدة بس كانت كفاية تقلب الشارع كله. اللي حصل في المحلة مش حادث عادي، دي كارثة بسبب إهمال. في لحظة الدنيا اتقلبت. انفجار ضخم هز شارع المطاعم في المحلة الكبرى، سببه تسريب من أنبوبة غاز جوه محل أكل. النار خرجت فجأة، الناس بتجري والزجاج بيطير والمحلات اللي حوالين المكان كلها اتبهدلت. ست كانت ماشية قدام المحل اتحرقت في وشها وإيديها من غير أي ذنب، وحوالي 7 أشخاص كمان اتصابوا بحروق. بس للأسف في واحد منهم ما استحملش، محمد شعبان داوود، شاب من كفر حجازي، اتوفى في المستشفى متأثر بالحروق. الحماية المدنية وصلت بسرعة وطفوا الحريق قبل ما يوصل لباقي الشارع، بس الخسائر كانت كبيرة. التحقيقات قالت إن السبب كان تسريب في الأنبوبة، وإن المكان ما كانش ملتزم بأي قواعد أمان. والمشكلة دي مش أول مرة ومش آخر مرة.